يا صباح العسل عليكم، ومعاكم عزوز منقذ فيديو جديد في يوم الجمعة 9 ذي القعدة، وجمعة مباركة عليكم. قبل ما اتكلم في اي موضوع لا تنسوا التفاعل واللايكات والسير ومشاركة القناة. كلام مهم جدا جدا عن الظروف. اهم حاجة الكل يتفاعل، واللي ما اشتركوش في القناة اشتركوا في القناة يا جماعة. اتمنى ان القناة تكبر، كل اللي بيتابعني يعملوا خير ومتابعة. يلا بينا. الظروف الظروف خلتك تنسى صاحبك. الظروف خلتك تنسى الشخص اللي كنت بتحبه. يا راجل، ده حتى بيقول لك رياضة حلوة مهما كانت الظروف لازم ترجع تستمر عليها. يعني ده مثل عن الرياضة، مهما مريت بظروف اوعى تنسى الشخص اللي انت بتحبه، او الشخص اللي انت عشت معاه على الحلوة وعلى المرة. صح ولا انا غلطان؟ لا يا عزوز، كلامك صح. مرينا بظروف. يعني مثلا واحد من الاصدقاء، مش عايز اذكر اسمه، عشت معاه على الحلوة وعلى المرة، وكنت بحترمه وبعزه، وكنت بتعامل معاه بأدب واحترام. جه في الآخر نسى عزوز، ونسى الأيام الحلوة اللي كنت أنا عايشها معاه، ويجي في الآخر يقول لك الظروف. يخرب بيت كده يا راجل، يخرب بيت كده يا راجل. احنا ربنا خلقنا بصر، ربنا خلقنا عندنا قلوب نحس بيها ونقدر بيها. للدرجة دي الظروف تخليك تنسى صاحبك وتنسى أعز ناس إليك؟ افرض لا قدر الله الشخص ده مات ولا حصل له مشكلة، تروح انت تقول ايه بقى؟ يا ريتني كنت عشت معاه في الحلوة والمرة، يا ريتني كنت كويس معاه. صح ولا انا غلطان؟ اظن عيب قوي، عيب على الشخص نفسه. طب الحمد لله، انا كعزوز الحمد لله واحد من الناس، من القلوب اللي بتحس واللي بتقدر واللي بتعرف العسرة والملح، ومن القلوب القوية جدا ان انا لو صاحبت حد ما انساهوش. اللي انا كعزوز لو حبيت حد ما اجرحوش، افضل استمر معاه وانجح معاه لحتى اوصل. لان الصداقة تنجح بجد بحقه حقيقي، والحب ينجح بحقه حقيقي. تجي لي بقى تقول لي الظروف تخلينا ننسى بعض. وعلى فكرة العيب مش مني انا، العيب منك انت كشخص، او انت كواحدة. ربنا مدينا قلوب نهتم بيها نحس بيها. مهما مرينا بظروف ما ننساش الأيام الحلوة اللي عشناها. ما تنساش إنك أنت كنت مستمر مع الشخص ده. ما تخليش الظروف تخلي دماغك تروح بعيد، أو تروح المريخ، وتنسى اللي أنت ليك شخص كنت بتحبه، وتنسى اللي أنت كان ليك شخص عشت معاه على الحلوة وعلى المرة. والله في بعض الأصدقاء، مش عايز أذكر اسمه، عشت معاه على الحلوة وعلى المرة، وجا في الآخر شاف نفسه عليا. قلت له طز فيك، يكفي ان انا كنت محترم معاك وكنت كويس معاك. فما تخليش الظروف تغيرك ل 180 درجة. صح الكلام ده ولا انا غلطان؟ احنا كلنا بنمر بظروف، مفيش حد مش هيمر بظروف. فمش معنى كلامك صح طبعا يا عزوز، مش معنى ان احنا بنمر بظروف نروح ننسى نفسينا وننسى بعضينا. واذا خسرت او فقدت اعز ناس اليك، اقسم بالله الشخص ده لو لفيت عليه المريخ مش هتلاقيه. في واحد من الاصدقاء قلت له اقوى كلام، اقوى كلمه قلتها له. طبعا هو كان في بلد وانا كنت في بلد، وقلت له خلي بالك. وهو طبعا مش عايز اقول هو منين. قلت له خلي بالك، انت هتنسى الايام الحلوه اللي عشتها معايا، هتنسى الايام الحلوه اللي عشتها معايا في العيش والملح. قال لي لا يا عزوز، ما انت ننسى بعد هيبقى في تواصل. وفعلا قسما بالله نساني ونسى الايام الحلوه. بس هو عشان عمل معايا حركات مش حلوه قلت طز فيك.
يا أخي كفاية إن الواحد نوته صافية معاك، كفاية إن الواحد بيصبح عليك كل يوم. تيجي تقول له الظروف ومش الظروف، اوعى تخلي الظروف تغيرك ل 180 درجة، تغيرك ل 180 درجة وتبعدك عن أعز الناس إليك. فرصة عمرها ما تتعود. ربنا كرمك بصاحب كويس أو بشخص كويس بتحبه، ما تجيش تقول لي الظروف مش الظروف. مر بالظروف وكل حاجة، مر بالظروف وخلص من الظروف، لكن أهم حاجة الاستمرارية، إنك أنت تستمر مع الشخص. مريت بظروف وعدت على خير، استمر مع الشخص اللي أنت كنت بتستمر معاه، واللي كنت عايش معاه على الحلوة وعلى المرة. فرصة والله عمرها ما تتعود، لأن هتيجي في الأول وفي الآخر هتندم أشد الندم. النهاردة مش هتلاقي شخص هتقعد معاه، أقسم بالله إنك حتى مش هتلاقي الضحكة الحلوة والسعادة والابتسامة وحتى الهزار اللي كانوا بيهزروا معاك. عمرك ما هتلاقي شخص بالنوع الحلو ده. إن مثلا أنا بهزر هزار حلو، وفعلا لما بكون عامل جو مثلا في المكان، في الجيم، في أي حتة مع بعض الناس، لما اغيب عن الجيم او اغيب عن الناس مثلا اللي هم واخد عليا، لا عزوز فين والله العظيم ده كان عامل جو في المكان. ليه؟ شخص كويس ومحبوب بندخل السعادة والبهجة على قلوب الناس. فما بالك بقى لما تخسر عزوز؟ شوف بقى هتعيش مع مين بقى اللي يدخل عليك السعادة والضحكة والابتسامة الحلوة. فما تخليش الظروف تبعدك عن أعز الناس إليك، لأن أنت النهاردة مش هتلاقي الشخصية اللي زي عزوز، مش هتلاقي الشخصية اللي تقعد معاك في الكافيه أو في مطعم. صعب النهاردة تلاقي شخص اللي يعيش معاك صح، واللي يعيش معاك مبسوط ويسعدك. تمام؟ صعب النهاردة تلاقي شخص حتى ويدخل عليك السعادة والبهجة، صعب. النهاردة بنقابل أصدقاء أو بعض الناس حتى الجدد أو أصحاب الجدد أو ناس جديدة، ممكن تقابل لا قدر الله أشخاص خبثاء ومكارين. لكن خلوك ليه بقول لكم دايما خليكم كويسين معايا، خليكم حلوين معايا. ليه؟ عشان في الاول وفي الاخر لما تبقوا كويسين معايا هتلاقوني حلو معاكم. يا جماعه اللي عاش مع حد في الحلوه والمره استمر معاه مهما مريت بظروف، ولازم نصحصح ونفوق نفسينا. مش معنى ان احنا نمر بالظروف نروح ننسى نفسينا. افرض انت بعد ما تخلص الظروف وتمر بالظروف عايز ترجع للشخص ده تاني وانت اللي خسرته، مش هتلاقي. الصاحب الكويس ما بتعوضش، او الشخص اللي بتحبه مش هتعود، لانك مش هتلاقي السعاده والكلام الحلو اللي موجود في عجوز، مش هتلاقيه عند اي حد من صحابك ولا من حبايبك، لان مش كل الناس زي بعضها في الضحكه وفي الابتسامه وفي كل حاجه. فيا ريت نقوي قلوبنا ونعيش مع بعض صح. مرينا بالظروف خلاص نرجع للشخص ده تاني، نستمر مع بعض. اما نبعد عن بعض شهر شهرين سنه، في الاول وفي الاخر انت اللي هتبقى وحيد، وانت اللي هتبقى وحيده، مش هتلاقي الشخص اللي انت بتتمناه. اقسم بالله العلي العظيم في يوم الجمعه. لا تنسوا التفاعل واللايكات. شكرا لكم.